السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارفة هتعملوها ازاي، بس اتمنى من الله ان انتوا تكونوا فعلا بخير. طالعة اتكلم معاكم وافضفض انا النهاردة معاكم بكلمتين. احنا بنعمل اللي علينا، يعني احنا بنعمل اللي علينا، بنربي، بنتعب، بنتعب جامد جدا على تربية ولادنا. بنحاول نعرفهم الصح والغلط، والحلال والحرام، وابعد عن الحرام على قد ما تقدر. تحرى الحلال كويس قوي وتحرى الحرام كويس قوي. ما تصاحبش الصاحب الوحش. حتى لو صاحبك الشيطان ضحك عليه وقالك تعالى نجرب كده انا وانت حاجة، حاول على قد ما تقدر ان انت تبقى جامد كده، وافتكر كل اللي بابا قالهولك وكل اللي ماما قالتهولك وعلمتهولك. تعالي قوليلي وصارحيني، احنا مش صاحبين، احنا صحاب. احنا متعودين ان احنا نحكي لبعض ونقول لبعض كل ده احنا بنقوله وبنزرع وبنتعب وعينينا في وسط راسنا. تمام، بس احنا مش مع ولادنا 24 ساعة. ولادنا بيبقوا برا، يعني اللي عندها دلوقتي 14 و15 و18 وانت طالع. تمام، السن المرعب، السن اللي يخوف، السن اللي انتي خايفة ان هو يقلد او يفتن او يضحك عليه، او انه هو يتفعل فيه بقى، ان هو حد يمارس فيه السادية والعدوانية والاجرام. كل ده احنا خايفين منه. انا لسه شايفة والله، يعني النهارده اليوم حافل، يعني تعالوا احنا نتفق ان النهارده ما شاء الله اليوم حافل باخبار مش لطيفة بصراحة. ولكن لسه شايفة دلوقتي فيديو صغنن لا يتعدى ال5 ثواني. للأسف أنا ما عنديش حقوق ملكية ومش هقدر أخده عشان خاطر القناة، ولكن خدت صورة يعني هنزلها لكم إن شاء الله. فاهمين إن للأسف الجهل انتشر، البلطجية انتشرت، ما بقاش في رادع قوي. هو مهما، بصوا هقول لكم تعالوا نتفق برضو على حاجة، مهما نحاول ان احنا نقول للرادع، لو ما فيش دين جوه قلب البني ادم، جوه روحه، الروح دي سبحان الله ربنا بيأدبها بيهذبها بايه؟ ما هو بالدين. ربنا محجمها بايه؟ ما هو بالقوانين اللي منزلها في القرآن. لما الحاجات دي ما تبقى مش موجودة، لما الحاجات دي كلها تبقى مغيبة، ايه اللي هيحصل؟ اللي احنا شايفينه بقى النهاردة. ليه انا اشوف من اسبوع فيديو الواحد يجيب طوبة قد كده، هو ماشي وقف بالعجلة بتاعته او ايا كان اللي كان راكبه ايه، ويوقفه عشان خاطر يجيب طوبة كبيرة قد كده، ويروح شاف قطة لا حول ليها ولا قوة، وكانت نايمة في امان الله لوحدها مع نفسها، لا طلبت منه اكل ولا نونوت له عايزة شوية مية ولا اي حاجة، نايمة في حالها. يجي هو يروح واقف قرر كده مع نفسه ان انا همارس الروح اللي مش كويسة جوايا، راح جايب طوبة وراح حادف جاب اجلها. ليه؟ ليه؟ انا عايزة افهم ليه نهاها في لحظة؟ ليه؟ والروح يا عيني اللي بتتعذب دي، هو هيقدر يوم القيامة كده وهو واقف قدام رب العالمين يستحمل ده؟ هو يستحمل ربنا يقول له انت بأي حق، بأي حق انهيت عليها؟ ازاي هيستحمل؟ طبعا لا، طبعا لا. ولسه برضو شايفه دلوقتي فيديو بقول لكم ما يتعداش ال5 ثواني، جاي ده بقى ايه اللي هو قاصد يعمل ده؟ عارفين اللي هي مقولة مع سبق الإصرار والترصد، هو راح جابها قطة صغننة لا حول ليها ولا قوة، صغيرة حتى، مش هنقول كبيرة، شوية هتعرف تخربشه، هتعرف تدافع عن نفسها وهتنط وتفلت من ايده، لا دي صغيرة خالص ضعيفة. جابها وماسكها، والفيديو مش لطيف خالص اصلا. انا يعني انا والله قلبي وجعني. سبحان الله، سبحان الله، يعني هو ربنا حلل لنا، محلل شيء معين احنا بنتعامل معاه بالطريقه دي بس، فهو ربنا سبحان الله مش مخلينا نبقى متضايقين قوي من جوانا لانه عارفين انه حلال. لكن المنظر بشع والمنظر مش كويس والمنظر يوجع قوي ويخوف بقى، يخوف. يقول لك لا يا عمال ينور لك لمبه حمراء كبيره قد كده، لمبه قد هول بحاله، يقول لك لا خلي بالك المجتمع ما بقاش زي زمان خالص، المجتمع بقى يرعب، المجتمع بقى يرعب فعلا. احنا عمالين نشوف كل يوم والتاني حوادث غريبة. انا ساكنة في منطقة، انا تقريبا في اسبوع واحد كل يوم بوست نازل في حاجة حصلت مش لطيفة، كل يوم حاجة حصلت مش لطيفة. ليه؟ للأسف لغياب حاجات كتير، أولها الدين، أولها الدين. الدين ده بقى حط تحت منه أخلاق ومعاملة طيبة والمعاملة الكويسة، المعاملة حاجات كتير أوي حطها تحت الدين. افتكر ان انتوا بتاخدوا بالكم كويس قوي، افتكر ان انتوا واخدين احتياطاتكم كمان، ولكن لا، خدوا بالكم اكتر،
خافوا اكتر. لسه كمان قضية ياسين، وبصراحة يعني الحكم كان فيها على قد ما هو أسلج صدورنا، ولكن برضو الحكم لأ، يعني مش هو ده الرادع. مش من حقي طبعا انا اتكلم في احكام القضاء، طبعا دي حاجة اكيد احنا كلنا متفقين عليها، واحنا مسلمين وعارفين كويس قوي انه قضاءنا قضاء محترم. ولكن برضو احنا عايزين ده ما يحصلش، ما يتكررش. الموضوع بقى منتشر، والموضوع بقى يخوف، هو الموضوع بقى يخوف. خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من كل حاجة. يعني ما بقاش في امان خالص زي زمان، ما بقاش في امان اصلا. فخلي بالكم. ربنا يحفظكم، ربنا يحمي ولادكم. وشكرا ان انتوا سمعتوني، والسلام عليكم.